حياتهم اليوميه المعتاده بالبطوله. فايكنج يعني. بس هو الغريب بالنسبه لي ان هم اصلا كلهم على بعضهم عادي، ده اللي بيلعب هنا وده بيلعب هنا وده بيلعب هنا ودنيتهم تمام وبيقعدوا ياكلوا في اي حته وفي اي مكان، ناس محترفه يعني. فقال لك لا يا باشا، ما عليك، المنتخب بالنسبه لنا كده واحنا ماشيينها كده. فيعني ادينا بنشوف حاجات في الكوره غريبه وجديده وعجيبه يعني. ماشي. تعالوا بقى ايه، ناخد لفه كده سريعه على المنتخبات. منتخب الارجنتين بالمناسبه اختتم استعداداته في بطولة كأس العالم، وهو حامل لقب هذه البطولة بالفوز على منتخب أيسلندا بنتيجة 3-0 قبل مواجهة الجزائر. قدام حضراتكم اهو، ده جانب من تدريبات منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي والمجموعة بالكامل. مثال الراجل عنده القدرة على العطاء. الناس قالت آخر كأس عالم هو كأس العالم اللي فات وخلاص بالنسبة له كده كفاية وبالنسبة له كده حلو، لكن الراجل ما زال موجود وما زال القاطرة اللي بتشد المنتخب الأرجنتيني. بالنسبة للمنتخب البرازيلي، واحنا المنتخب البرازيلي احنا لعبناه وادينا قدامه اداء يعني تقدر تقول انه كان كويس. منتخب البرازيل بيواصل استعداداته هو الاخر في نيوجيرسي قبل مواجهه المغرب. ما اعرفش، عايز اسالكوا سؤال، هل انت مقتنع قوي بمنتخب البرازيل؟ يعني خلال الماتش الودي اللي انت شفته منتخب مصر، هل حاسس انه منتخب البرازيل من المنتخبات المرشحه؟ مجرد سؤال والله يعني. هل شايف انه ما قدمه المنتخب البرازيلي من اداء قدام منتخبنا الوطني يدي لك احساس ان هو هيروح بعيد؟ ما اعرفش يعني. انا حاسس ان منتخب البرازيل مش اجمد حاجه، بس برضو الكره علمتني انه الفرق في البطوله بتختلف كتير جدا جدا عن التجربه الوديه. المانيا هي كمان بتواصل استعداداتها في كارولاينا الشماليه، فازت على امريكا بنتيجه 2-0 وفنلندا 4-0. المانيا معاها كوت ديفوار والاكوادور بالمناسبه يعني، وواحده من المنتخبات القويه طبعا اللي بيتعمل لها مليون حساب. طيب، عندي خبرين محليين مهمين قوي. الخبر الاولاني وهو يخص السيد حمزه عبد الكريم. اليوم احنا قلنا دايما احنا مش بنتكلم في كاس العالم، ودايما هيبقى عندنا جزء منه بنتكلم على اللعيبه بتاعتنا او على الامور المحليه او الامور مرتبطه ببعضها يعني. طيب، حمزه عبد الكريم النهارده النادي الاهلي بيعلن انه تم تفعيل بند الشراء، وانه برشلونه فعل بند شراء. برشلونه يطلب تفعيل بند شراء حمزه عبد الكريم. ده خبر مش سهل يا جماعه، ده خبر يفرح، ده خبر مفرح، مفرح للكره المصريه، مفرح للنادي الاهلي، مفرح لحمزه عبد الكريم، مفرح لمستقبل ولادنا. وارجعوا بالذاكره هنا لو تفتكروا، كنت بقول المعلومه وانا واثق، الاهلي هيطلع حمزه عبد الكريم. ناس طلعت قعدت تنفي وتعمل وتقول وتزيد ومش هيحصل وما فيش، اصلا ما فيش الكلام ده وبتاع. قلت لكم حمزه هيطلع اصلا وفي برشلونه. ده في ناس وصلت لدرجه ان هي بتكذبنا وتقول اصلا ما فيش برشلونه، او هو اصلا في برشلونه، انتوا جايبين الكلام ده منين؟ فكنا يا جماعه والله معلومه يعني مش في برشلونه، والنادي الاهلي جاله حصل وحصل وحصل وحصل. انا النهارده مبسوط انه بيتم تفعيل بند الشراء. حمزه عبد الكريم موجود مع منتخب مصر. كابتن حسام حسن في منتهى الذكاء اخذ كريدت كبير جدا جدا كمدير فني لمنتخب مصر. ليه؟ سيقال في التاريخ اينما ذهب حمزه عبد الكريم بعيدا، وهذا ما نتمناه، انه اول مشاركه دوليه لحمزه عبد الكريم كان وهو متواجدا مع منتخب مصر قبل انطلاقه بطوله كاس العالم في مباراه البرازيل. اخذ عده دقائق واللي اشركه كان الكابتن حسام حسن. هتتقال في التاريخ، هتتقال في التاريخ. والحقيقه هي بس مش قوال التاريخ، هي كمان فكره، لان هو بيدي للناس كلها انطباع انا برضو حاطط عيني على اللي جاي، على المستقبل، وليه لا. فحمزه مهما لسه عنده مشوار طويل من الاحترافيه، لكن انا مبسوط قوي 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 بالخبر ده. مبسوط جدا جدا لحمزه عبد الكريم، مبسوط للنادي الاهلي، مبسوط قوي للنادي الاهلي، مبسوط لكل الناس اللي ساهمت في مسيره الولد ده عشان خاطر يبقى موجود في الحته دي. وتاني وتالت ورابع هرجع اقول وليد سليمان كان له دور مهم جدا مع اللعيبه اللي طلعت من قطاع الناشئين في النادي الاهلي. طيب، عندي خبر اخير قبل ما اروح لفاصل، عشان النهارده عندنا ليله كرويه حلوه ممتعه مع ملوك التحليل. انا الحقيقه ببقى مستغرب جدا من فكره انه
المصدر يكون قدامك واضح وصريح، وتحصل اخبار كلها من وحي خيال المؤلف، من وحي خيال المؤلفين. موسم الرياض ليس بعيدا، هذا البرنامج برعايه موسم الرياض، فاي اخبار لها علاقه بموسم الرياض، لها علاقه باستضافه البطولات، لها علاقه بهكذا امور، احنا اول ناس بنبادر ونقولها. الحقيقه الواحد مستغرب انه كم كبير من الاخبار المخلوطه المتعلقه ببطوله سيتم تنظيمها بموسم الرياض وفيها العديد من الانديه، تلاقي واحد طاسس رقم يقول لك 10 مليون دولار. يا راجل 10 مليون بجد؟ وقلتها ازاي ديت 10 مليون دولار وهنجيبوا الاسماء والانديه خلاص بقى وكتبنا. وهذا الامر ليس فقط غير حقيقي، هو غير حقيقي وليس له اساس من الصحه، ولم يطرح اصلا لا في موسم الرياض ولا مع الانديه ولا مع اي حد في اي حته في اي مكان في الكوكب يعني. فحقيقه انه مره ثانيه وثالثه اي خبر متعلق بموسم الرياض، والله احنا هنبقى اول ناس كبرنامج بنعلنه، زي ما بنعلن عن الملاكمه، زي ما بنعلن على الماتشات، زي ما بنعلن عن استضافه المباريات الكبرى، الاحتفالات الكبرى الكرويه، كلها بنبقى سباقين فيها. لكن اما وانه بيبقى في نوعيه اخبار انت بتبقى فاهم انه وراها حاجه، يعني انت عايز ايه؟ بتقول ليه بليه؟ الكلام ده مش صح. انا موجود كمصدر، موجود، انا لست مصدرا مجهلا، هطلع واقول والله بقى عندنا كذا كذا كذا. وايه اللي ده؟ بالعكس، ده حاجه احنا هنعمل لها دعايه يعني. فكل ما اشيع خلال الفتره الاخيره، بقى لي اسبوع الحقيقه بصادف نوعيه اخبار بكلام غير حقيقه على الاطلاق. فمره ثانيه وثالثه هذا الامر ما اثير في السوشيال ميديا وفي العديد من الصفحات ليس صحيحا على الاطلاق. وبالمناسبه كان معالي المستشار تركي آل الشيخ اشار الى هذا الموضوع فيما يتعلق بقصه موسم الرياض واستضافته للبطولات. نقطه ومن اول السطر، ومفيش داعي بقى ان الناس تقعد تعيش بخيالاتها يعني. في حاجه احنا هنقول والله هنبقى مبسوطين وكلنا هنفرح مع بعض يعني. بعد الفاصل ادعوكم لقعده كرويه ممتعه مع النجوم كابتن احمد عز وكابتن عمر الجينيوس بتاع الفوكس والجينيوس. بعد الفاصل خليكم معنا. أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، وفي ضيافتنا ملوك التحليل الكبار اللي مشرفينا ومنورنا النهارده الفوكس الكابتن أحمد عز. ازيك يا زيزو؟ يا مساء الفل. أخبارك إيه؟ جاهزين والله؟ والله. أخبارك جاهزين؟ والله العظيم يعني 3. ماشي تمام اوكي. عمالين نتفرج، ومنتخب مصر يعني ان شاء الله باذن الله يعمل بطوله كويسه، عشان انت وعدت نوصل لبعيد. حلو، انا وعدت دي. فيعني مدير الفني مش انت وعدت؟ انت اللي وريني وعدت. بقى. وريني بقى. ازيك يا جينيوس؟ حبيبي يا ايمو، اخبارك ايه؟ زي الفل الحمد لله. كله حلو الحمد لله. زبادي خلاط زي الفل يا رب الحمد لله. يا رب. ده شفت الولد الاي اي قال لك احنا متوقعين منتخب مصر يصعد بنسبه 66%. الولد الاي اي ده عامل شغل جامد. ايوه، ومتفائل. ايه اللي قاله جديد عن اللي انا قلته؟ هو ما اعرفش والله. انا بس بخاف من الحاجات دي. الكمبيوتر زمان كان اسم الاي اي ده بيقول لك الكمبيوتر توقع. ايوه صح. الكمبيوتر توقع هولندا هتكسب مصر 7. ايوه. ومش عارف. وكان بالنسبه لنا كلمه الكمبيوتر دي ده خيال حاجه بقى خيال علمي. بالظبط. مصر والبرازيل، هل هو مهم للدرجه اللي يخليني استخدمه كمؤشر للي جاي لماتش بلجيكا، ولا لا تجربه ما اقدرش اشفها قوي واقول لا هتفرق؟ لا ده بالعكس، ده هي تقريبا واحده من اهم التجارب اللي خاضها منتخب مصر في الفتره اللي فاتت. يعني حسام حسن في فتراته مع منتخب مصر الفتره الاولى تحس ان كان هو عنده قلق كبير من انه نلعب قدام منتخب كبير فنتغلب، فيحصل هد للمشروع قبل ما يبتدي. وبعدين جينا الفتره بتاعت كاس الامم، وبعد كده ابتدى حسام يبقى عنده ثقه كبيره في ان هو خلاص انا موجود لكاس العالم. فابتدينا نلعب ماتشات كبيره زي ماتش اسبانيا وزي ماتش البرازيل. ماتش روسيا كان ماتش ما ينفعش يبقى عينه، لان الفرقه كانت لسه ما فوقتش ولسه ما جابتش فورمه ولسه ما بتأديش 100% من طاقتها. قدام البرازيل احنا جربنا حاجات كتير قوي، فانا مبسوط انه جرب هيثم حسن اساسي، جرب يلعب مان تو مان، جرب يلعب ب 3-5-2 وب 4-2-3-1 وب 4-4-2، جرب حاجات كتير علشان خاطر ناخد اللي ينفع نكمل بيه
وناخد بالنا من اللي مش هينفع ونحاول نتفاداه ونتجاوزه في الماتش الجاي. وعمل حاجه مهمه جدا، انه حط امام عاشور وزيزو على الدكه في الماتش ده، وتحديدا امام عاشور، لان انا بالنسبه لي انا فاهم كويس قوي قد ايه هو اهم موهبه في مصر، بس احنا قلنا قبل كده اهم موهبه في مصر غير اهم لعيب في مصر. وما اظنش في مدرب في الدنيا، يعني انا بعد الماتش اكتر حاجه لفتت نظري الناس كلها بتتكلم في الحته بتاعه ان امام لا ينفعش يقعد دكه، وامام اهم لعيب في مصر. ايوه. وانا معاكم. هل تفتكر حسام حسن ممكن يبقى عنده اهم موهبه في مصر ويقعدها على الدكه بمزاجه؟ هو طبعا مش مقعدها على الدكه بمزاجه. امال هو ليه مقعد امام عاشور على الدكه؟ حسام حسن عنده حاجه جامده جدا بالنسبه لي. اللي بيتمرن بيلعب، اللي بيتمرن كويس بيدخل الحسابات بتاعه اللعب كويس. وبالتالي اللي حصل في الماتش بتاع البرازيل يخلي امام يسخن عشان ان شاء الله يكون موجود في ماتش بلجيكا، او ده اللي انا بتمناه. عمر، بص، هو انا عندي بعد ما اتفرجت على ماتش مصر والبرازيل، احنا طلعنا قبل الماتش، بس لما طلعت اتفرجت على ماتش مصر والبرازيل وبعد كده اتفرجت على ماتش بلجيكا وتونس، جالي سؤال: هل اللي اختار ماتش البرازيل ده، او لما اتعرضت علينا الفرق، اختار ماتش البرازيل ده عن شكل فني ولا عشان البرازيل؟ لان هو لو اختار عن شكل فني فالراجل ده يبقى عبقري، لان في اوجه تشابه كتير جدا جدا ما بين البرازيل كشكل فني في الملعب وكطبيعه لاعبين. الوينج ليفت هنا فينيسيوس، الوينج ليفت هنا دوكو، لعيب خط النص هنا اللي بيلعب 10 رافينيا او باكيتا، هنا الناحيه الثانيه دي بروين، فيرود بيتحرك بره ال 18 زي ديكليتير، والناحيه يعني في اوجه تشابه كتير. فالمباراه رجوعا لسؤالك تقدر تاخدها مقياس وتستشف منها؟ طبعا ممكن اخد منها مقياس واستشف. والاهم من كده كمان كابتن حسام نفسه انه يتفرج على الماتش ده تاني، عشان لما يتفرج على بلجيكا هيعرف هو غلط هنا في ايه، لان هيواجه زي قدامه في بلجيكا، هيواجه شبهه في بلجيكا. فالمباراه مقياس ايهما اشرس، البرازيل ولا بلجيكا؟ اشرس لا يعني بلجيكا اشرس شويه، البرازيل برضو البرازيل لسه بتستقبل مع كارلو انشيلوتي، لسه بتحط الدي ان ايه بتاعتها مع كارلو انشيلوتي. بلجيكا اشرس شويه واسرع كمان، لكن هنشوف حتى اوجه الشبه لما نيجي نتكلم بالحالات في ماتش مصر والبرازيل ونبص على بلجيكا هتلاقي الشبه كبير جدا ما بين الاثنين، لكن كشراسه وكعنفوان وكقوه يعني بلجيكا الى حد ما دي طريقتها اللي شغالين بيها مع رودي جارسيا بقى لهم فتره اكتر شويه من البرازيل مع انشيلوتي. نقطه ثانيه مهمه اتكلم فيها عز، وهي فعلا انا بشوف ان منتخب مصر مرحلتين مع حسام حسن، مرحله ما قبل كاس الامم الافريقيه ومرحله ما بعد كاس الامم الافريقيه. هو حس لما راح كاس الامم الافريقيه ووصل قبل النهائي ان هو خلاص عمل حاجه، في حاجه ستاند الون، في حاجه بتاعته هو عملها، فخلاص المنتخب ده بتاعي انا مش مهدد. ستاند الون دي مش فيلا؟ ما انا حسيت اللي هو يعني يعني ايه، عايز اقول لك اللي هي يعني اللي هي فيها جراج منفصل بذاته يعني هو انت شغال ريل استيت؟ لا هو بيتقال دي على دي يعني، ولا انت اي فيلا؟ يعني شوف انت عايز، انا معاك والله يا استاذ. ستاند الون دي اللي هو انا لوحدي، انا عملت حاجه بتاعتي يعني ما اعرفش، بس انا حاجه خاصه يعني. كميه المكالمات اللي بتيجي للواحد في اليوم دي هي بالظبط اللغه دي، انا سامع الكلام ده قبل كده، سمعت المصطلح ده. الولد جينيوس طلع كان بيشغل نفسه الفتره اللي فاتت في طبعا قلب بقى الدنيا بقى شغل الشغل بقى، بس بيبقوا اغنياء قوي بتوع الريل استيت دول يا جدع. انت بقى شايف ان انا كده شغال ريل استيت؟ مش مهتم تاخد حاجه في الساحل؟ هو حس ان المشروع بتاعه خلاص بقى قائم بذاته. ايوه ماشي. بس فالمرحله اللي بعد كده مش اي فيلا ولا ستاند. لا المرحله بقى اللي بعد كده المرحله اللي بعد كده بقى كانت هاوس. المرحله اللي بعد كده هو خلاص بدا يشتغل على على اللي هو عمله في الفتره الاولانيه، فبدا يبقى في جرأه. انا بشوف ان مباراه السعوديه كانت مباراه مفصليه بالنسبه له، اللي هو لاعب فريق كبير، لاعب منتخب له اسمه على ارضه، فقدر انه يكسب نتيجه كبيره فادته ثقه اكبر بعد اللي حصل في كاس الامم الافريقيه. اتشجع وان هو راح لعب اسبانيا خرج بنتيجه ايجابيه، فبقى الموضوع فيه، عارف موضوع التمرس اللي اتكلمنا فيه قبل المباراه، هو بقى متمرس والفرقه بقت متمرسه في الماتشات الكبيره، فده شيء كويس جدا. لكن في الحقيقه برضو ان مباراه البرازيل لا فيها شويه علامات خطر كده، لازم المنتخب يبص عليها، ولازم كابتن حسام يبص عليها تحديدا في الليفل ده، لانها ممكن بالزبط. تعدي في اي ليفل تاني، بس في الليفل ده مش هتعدي. ماشي. طب هتبيعوا لنا ايه بالحالات يا سادس؟ يلا بينا. طبعا اول سؤال الناس كلها بتساله، نلعب 3-5-2 ولا نلعب 4-4-2؟ صح. والناس كلها بتتكلم على ان هتلاعب دوكو، يبقى احنا عايزين الباك اليمين في ظهره السنتر باك، وعايزين ايه نامن الحته دي.
وفي نفس ذات الوقت الناس ما كانش عاجبها في ماتش البرازيل ان احنا ما لعبناش كوره على الجول كتير. صح. فانت ازاي تعمل الميكس ده وتختار انهي طريقه لعب عشان تعمل الميكس ده؟ تعال نفكر فيها كده سوا. يلا. دلوقتي اللي كان ماسك فينيسيوس جونيور كان محمد هاني، حصل. صح كده؟ فمحمد هاني ماسك الوينج بتاع منتخب البرازيل. يعني محمد هاني هيمسك دوكو. طيب لو انا لعبت 3-5-2 انا عندي هنا اختيار من اتنين. يا اما اللي هيمسك الظهير بقى الايسر بتاع منتخب بلجيكا هو الوينج اليمين بتاعي اللي هو محمد صلاح. أيوة. في الحاله اللي شبه كده فهيبقى صلاح ودوكو مع محمد هاني ووراهم ياسر ابراهيم، فانا كده خسران جبهه كامله ما بهاجمش. يا اما الحل الثاني ان انا عشان العب كره هجوميه هخلي محمد هاني يطلع يقابل هو الباك ليفت بتاع المنتخب البلجيكي وعشان يحرر محمد صلاح، فيبقى ياسر ابراهيم هو اللي ماسك واحد زي دوكو. التجربه دي عملها حسام حسن في الماتش وما استمرتش اكتر من 10 دقائق. وبالتالي احنا فهمنا كده ان صعب قوي نلعب بثلاثه في الماتش بتاع المنتخب البلجيكي، واتمنى الناس ما تاخدش معلبات. انا مشكلتي ساعات كتير بتبقى ان الناس بتاخد بالانطباع فبتاخد الاجابه الاسهل اللي هو ايه، حمدي فتحي ما ينفعش يلعب سنتر باك. طب ما لعبها في ماتش اسبانيا وما دخلش فينا جون في ماتش اسبانيا، ليه ما انتقدناهوش وقتها؟ ده احنا قلنا وقتها صدق هو ده المركز الصح بتاع حمدي فتحي. فما ينفعش نبقى بنلعب بالانطباعات. تعالوا نبص على الحالات ونشوف مشكلتين منتخب مصر محتاج يحلهم وطريقه اللعب اللي حسام المفروض يفكر بيها. المشكله الاولى هي المان تو مان. احنا لعبنا الماتش ده بشكل فيه شجاعه وانا انبسطت ان حسام جرب ده عشان يشوف احنا قد ايه واصلين. ستوب، وقف هنا اللقطه. شايف مين اللي طالع ده؟ مين اللي طالع في ظهر الكوره؟ انت عايزني معاك ولا تشاور لوحدك؟ لا والله براحتك. ماشي. ده ياسر ابراهيم. فبالتالي لما ياسر ابراهيم طلع من بيته طبعا في العادي ياسر ابراهيم بيعمل دي كتير بس الليفل اللي احنا بنلعب فيه كان مختلف خالص عن ليفل البرازيل وبلجيكا. فبالتالي لما ياسر ابراهيم طلع المشوار ده واللعيب بسرعه اتصرف في الكوره ونقل الكوره لناحيه اليمين، ابتدى يبقى عندك السنتر باك بتاعك في ارض الملعب هو حمدي فتحي واحمد فتوح، دول الاثنين السنتر باكات. الموضوع ده جه علينا منه 3 انفرادات. ايوه. فبالتالي ما بقاش نافع. يبقى احنا هنا فهمنا ان لعبه المان تو مان مش بتاعتنا في المستوى بتاع بلجيكا. خطر ممكن تكون بتسحب 2 لعيبه كمان معاهم. ممكن تكون بتاعتنا في ماتش تاني، ماتش ايران، ماتش نيوزيلندا، انما ماتش بلجيكا هتعمل كده. لسه كنا بنتكلم على الفيرود بتاع منتخب بلجيكا اللي هيكون ديكلياتير، واحد من اللعيبه اللي ممكن يكون مفاجاه للجمهور المصري اللي كله عمال يتفرج على دوكو وكيفن دي بروين. تعال نكمل الحاله. ياسر ابراهيم اتضرب، الكوره اتلعبت باص في القلب. كل سنه وانت طيب، اول فرصه على المنتخب المصري. طيب تعال نبص على واحده ثانيه كانت من الفرص اللي كانت دي نفس الفرصه الثانيه، واحده من الفرص اللي كانت باديه بان احنا بنلعب بهجمه مرتده. معلش ارجع خطوتين لورا كده لو ممكن او عيدها معانا واثبت على اللحظه اللي مهند لاشين طالع فيها في الكوره. ستوب هنا مره ثانيه احنا بنعاني. وهنا في مشكله لازم برضو منتخب مصر ياخد باله منها، ان مهند لاشين ومروان عطيه الاثنين ما بيلعبوش كويس بالهيد. واحنا في اوقات كتير هيتلعب علينا كره مباشره. صحيح. طيب في حاجه بقى مهمه لازم يتعلموها. اول حاجه ما ينفعش والكره بتنزل يكون المسافه بينك وبين اللعيب اللي هيستلم الكره منك كده. في حاجه اسمها كونتاكت بوينت، يعني تحط ظهرك في المدافع. أيوة. لازم تحس بالمدافع. أيوة. الموضوع ده كان بيبقى باين قوي في ماتشات كتير مثلا لارسنال في الدوري الانجليزي. فاحنا هنا بنتكلم على نقطه اتضربنا فيها مره ثانيه. المان تو مان خلت ان مهند لاشين كان هو اللي بيلعب دور السنتر باك، طلع باع نفسه، طلعت الكوره اللي اشتهرت بعد كده بان هي لقطه فتوح وفينيسيوس زي ما هيبان معانا. طبعا السرعه الرهيبه اللي حصلت والسبق اللي ضرب فيه فينيسيوس المشوار ده كله، فتوح ما لحقش اللعيب، ودي تاني فرصه عندنا. فيبقى احنا فهمنا ان المان تو مان مش هتنفع معانا في الماتش بتاع بلجيكا. صح. دي اول حاجه محتاجين نخلص منها. ده اول درس استفدناه. الحاجه الثانيه هي القصه بتاعه 3-5-2 اللي كنت بقول لك عليها، و4-2-3-1، وتعالى نتفرج عليها سوا في اللقطات اللي بعد كده. ستوب. المسافه دي كلها ما فيهاش حد. سببها الرئيسي ان احنا الوينج بتاعنا هيروح يقابله ياسر ابراهيم. حلو الكلام. طب وده ليه؟ لان محمد هاني مع الباك ليفت. يعني محمد هاني طالع قدام للباك ليفت. هو بس كان هنا في اللقطه دي كان رجع. لا. ولما رجع وقف هنا بالغلط. ده هاني؟ ده هاني. ده هاني؟ رقم 3.
ده صلاح اللي هناك ده. مظبوط، ما انا بقول لك محمد هاني في العادي عشان الكره دي كانت بدايتها ضربه ركنيه يا ابراهيم. بالظبط. الكره دي كانت محمد بدايتها هاني ضربه في ركنيه. العادي هو اللي هياخد الراجل ده الباك ليفت. اللي حصل ان عشان محمد هاني كان راجع في قلب الملعب، فاللي حصل حاجه هتتكرر كتير، ان الوينج يطلع عليه ياسر ابراهيم، هو اللي يطلع من بيته من قلب الدفاع يروح يقابله. وطبعا دي معناها ان الوينج عنده زمن، لو شغل اللقطه عنده زمن انه يتصرف بالكوره، ودي وينجات يا ساتر يا رب. سيبك من الموهبه، هم عندهم لياقه بدنيه مرعبه بتخليهم يفضلوا يتنططوا على الكوره يمين وشمال يمين وشمال لحد ما يفرهدك ويلاقي اللحظه اللي يعمل لك فيها فوضى. ستوب، نفس اللعبه مره ثانيه. ياسر ابراهيم باينه قوي اهي، هو اللي طالع على الراجل، هي نفس اللعبه يعني. ايوه. فياسر ابراهيم هو اللي طالع على الراجل، فالنتيجه بتاعتها ان انت عندك مشكله. هات اللقطه اللي بعدها. طب دي مشكله في ايه يعني؟ في الترحيل، ولا دي مشكله في تفاهم اللعيبه مع بعضها؟ لا، هي طريقه اللعب علشان خاطر تنفذها لازم السنتر باك هو اللي يروح يقابل الوينج. المشكله ان الوينج اللي انت هتلعبه هو دوكو، لو الوينج اقل هقول لك تمام، بس الوينج اللي هتلعبه هو اهم لعيب في الفرقه. انا هبقى محتاج اعمل ايه؟ لازم محمد هاني هو اللي يقابله، زي ما حصل في بدايه الماتش لما فينيسيوس كان بيلعب محمد هاني فوقف له مان تو مان. انما الطريقه دي هي طريقه مش هتبقى انسب حاجه. هات اللقطه اللي وراها بقى. طيب اللقطه اللي وراها معلش هاتها لي من الاول عشان برضو الناس تاخد بالها. ستوب. اول حاجه اللقطه الاولانيه انت بتتكلم على ان ده الفول باك بيقابله مين؟ ده الظهير الايسر اهو بيقابله محمد هاني. فهي دي الازمه. محمد هاني بيقابل الراجل ده، فالوينج ده هو مسؤوليه ياسر ابراهيم. فمره ثانيه الكره لما هتتلعب شغل الفيديو هتلاقي ان راحت للناحيه دي، فبقى في زمن للفريق. المشكله بقى ان انت حطيت نفسك تحت ضغط، فبقى النتيجه ان محمد هاني حتى ما عندوش زمن ان هو يرحل. وطبعا برضو في واحده من الاسئله المهمه هي محمد عبد المنعم، اللي كان واحد من الغلطات الكبيره في الجول ده، ان هو سرحان واقف مش باصص على المان بتاعه، مش باصص مين اللي جاي وراه، فالنتيجه ان اندريك استلم الكوره ومحمد عبد المنعم بعيد. محمد عبد المنعم لو لعب لازم تستحمل غلطاته، فمحمد عبد المنعم لحد ما يرجع فورمه. فعشان كده اعتقد ان محمد عبد المنعم ينفع يلعب اساسي بس بعد ماتش بلجيكا، مش في ماتش بلجيكا. بالظبط كده. طب وبناء عليه مين اللي يلعب ماتش بلجيكا؟ الناس اللي كانت موجوده. ليه حمدي فتحي مش اختيار وحش لانه لعب ماتش اسبانيا. هي الفكره كلها ان سيستم اللعب بتاعنا نفسه هو اللي كان فيه مشكله. تعالى بقى نبص على نقطه ثانيه في 3-5-2. ليه انا لا افضل الطريقه دي في الماتش اللي جاي بتاع منتخب بلجيكا 3-5-2؟ بس هي تعليبه كتعليبه يعني، كبيعه يعني 3-5-2 قدام بلجيكا انا كده مقفل وكده كويس. ما هي مقفل دي معناها ايه بقى؟ هوريك الفيديو اللي جاي. يلا. قطعنا الكوره، ربنا كرم، ستوب، وقف هنا. محمد هاني فين؟ جنبك. فتوح فين؟ واقف مكانك. فالنتيجه ايه بقى؟ ان انت طالع بهجمه مرتده 3 بس، مفيش حد فاتح الملعب يمين ولا فاتح الملعب شمال. فبتلعب بقى الهجمه المرتده ازاي؟ كده. شغل الفيديو. مفيش كثافه. انت مش في الملعب. صح. فالناتج ايه بقى؟ هنلف وندور على حد نلعب معاه لحد ما نرجع ورا. فاحنا هنا بنتكلم في ان 3-5-2 دفاعيا مش احسن حاجه زي ما الناس متخيله، الا لو هتلعبها بالشكل الدفاعي قوي ده. طب ما انا برضه في 4-4-2 بتضرب في المسافه اللي دايما بين الاثنين مساكين، عشان اللي بين عشان الباكات الباك رايت والباك ليفت والاثنين مساكين، عشان المان تو مان. هي طريقه المان تو مان هي اللي كانت معريانا في الماتش ده. انما في ماتش اسبانيا ما كناش بننفذها، كنا بنلعب زون، اللعيب بينزل واحد تاني بيستلمه من وسط الملعب، فالاداء كان احسن بكتير على المستوى الدفاعي. طب ليه 3-5-2 كانت ماشيه معايا في بطوله افريقيا؟ لا، ما هي كانت ماشيه معانا لحد ماتش السنغال، ولما جينا ماتش السنغال وقعت. 3-5-2 كويسه لو انت هتنفذها بشكلها الهجومي، اللي هو كان حسام عملها في ماتش كوت ديفوار. انما لما في ماتش السنغال اتمسك عليك كوره لدرجه خلتك رجعت قوي لورا، كانت النتيجه انك ما رحتش على الجول خالص. انت امان بس انت كمان مش في الملعب. فانت بالنسبه لك لو عايز تلعب على 0-0 امن. ما تخافش من 4-4-2 دي اتضرب فيها كتير. ما هي ماتش اسبانيا حسستني ان لا، على فكره هي المساله مش رقم، هي المسألة أكتر منظومة لعب بشكل سليم. وأربعة بتديك فرصة إنك تحط ضغط على حامل الكورة. مشكلتي في 3-5-2 لو جابوا اللقطات اللي فاتت هتلاقي إن كل واحد بيستلم الكورة من منتخب البرازيل المدافعين عنده زمن ومساحة كبيرة قوي، لأن في 5 ورا وقدامهم 4. فالأربعة دول غير لما بتلعب 4-4-2 فبيبقى عندك 5 في وسط الملعب. 5 في وسط الملعب معناها إيه؟ واحد بيضغط التاني بيراقب، واحد بيضغط التاني بيراقب. إنما 4 بس في وسط الملعب معناها إحنا كلنا واقفين في حضن الجون. فالناتج بتبقى ان المنتخب المصري ما بيحطش ضغط على حامل الكوره. وفي الليفل ده بص المنظر، شايف المسافه اللي قطعها دي كلها. وبعدين النقطه الثانيه ستوب،
شايف كميه اللعيبه المصريين المفروض ان احنا كده امان، صح؟ ايوه بس في نفس الوقت في حاجه بقى اسمها الفوضى الخلاقه. انا هحط الكوره في القلب حتى ورزقك. الجون الثاني اللي دخل فينا كده هم 2 واحنا 7. بس هي الفكره فين؟ ان انت هو بيلعب على اولا ان اعصابك غير اعصابه، هو البرازيل وانت مصر. الحاجه الثانيه انه اوكي انا هرفع الكوره، واحد هيلطشها هتتصد وتترد على منطقه الجزاء، واحد يشوطها، انت في النهايه هتبقى مش في امان لو انت فاكر ان ده الامان يعني. صحيح. هو ده اللي مخليني اشوف ان 4 مدافعين انسب بكتير، بس مع ان احنا نتخلص من القصه بتاعت المان تو مان. يا جينيوس عندك ايه هتبيعه لنا؟ انا هتكلم على الحالات الدفاعيه لمصر في المباراه دي. انا مش هختلف كتير عن عز، انا همشي في نفس السياق يعني. لان انا شفت ان احنا عندنا مشاكل كتير جدا جدا دفاعيه، وانا عندي تخوف كبير من منتخب بلجيكا لانه شويه بشكل كبير شبه منتخب البرازيل في الحته دي. احنا كان الهجمات اللي جابها عز واللي انا هجيبها حتى في الحالات اغلبها من انهي ناحيه؟ من ناحيه الشمال اللي فيها محمد هاني واللي فيها فينيسيوس، اللي هي هتروح نفس القصه ل جيرمي دوكو ومحمد هاني. معانا صور لجيرمي دوكو، صور دوكو. يلا. هنشوف ارقام بس كده بسيطه عشان نشوف احنا رايحين نلاعب مين، وبعد كده نشوف الحالات اللي كانت في ماتش البرازيل، الحالات الدفاعيه. لو شفنا الصورتين بتوع دوكو هتلاقي في اول صوره خالص ال 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 الارقام بتاعت يلا يا جماعه اطلعوا بالحركات. دي ارقام جيرمي دوكو، الفرص اللي الراجل ده خلقها في خلال موسم 25 26 مع مانشستر سيتي. عايزك تشوف اكبر نسبه 24% في اول تلت من منطقه الجزاء ناحيه الشمال، اللي هي ما يطلق عليها الهاف سبيس. لان بص خد بالك الملعب متقسم 5 اطوال بالعرض، 5 حتت بالعرض، تمام، بالطول. فبالتالي الحته اللي هي الهاف سبيس دي ال 34% جوه منطقه الجزاء، دي اكتر حته هو صانع فيها فرص. ماشي. و20% في الجبهه الشمال اللي عند بره ال 18 او ناحيه التماس. فاحنا بنتكلم في 54% من فرص الراجل ده في المنطقه دي، في الهاف سبيس وفي الوايد سبيس بتاعت ناحيه الشمال. طيب بص في الصوره اللي بعديها بتاع جيرمي دوكو، هنلاقي ان الراجل ده اكتر فوق خالص، شايفه فين؟ فوق خالص على اليمين ده اكتر مراوغ في الدوريات الخمسه الكبرى الموسم 22 23، من موسم 22 23. انا مش فاهم ايه البتاع ده اللي تحت ده. ده رسم بياني. طب انا اقوم بقى كده معلش. ده رسم بياني للارقام بتاعه المراوغات بتاعه اللاعبين. يعني ده مش كافيار. لا ده مش كافيار، ده ارقام اللاعبين. ده هو مينيمم 900 دقيقه بلاي، تمام، 900 دقيقه على الاقل، يعني 10 مباريات من موسم 22 23 في الفايف توب ليجز اللي هو الخمس دوريات الكبرى. اكتر اللعيبه المراوغات انت بتوصل لحد 10 فوق ال10 مراوغات المكتمله جيرمي دوكو. فاحنا بنتكلم في اكتر لاعب عامل مراوغات مكتمله في الدوريات الخمسه الكبرى من موسم 2023. عندنا يامال وعندنا فينيسيوس، معدي كل الناس، معدي يامال ومعدي فينيسيوس. لا انا بقول لك احنا نفسنا كمنتخب مصر احنا عدينا يامال، وبعد كده رحنا تاهلنا نلعب فينيسيوس، عدينا فينيسيوس، ايوه رايحين لدوكو، معدي بقى عثمان ديمبلي ودياموندي بتاع منتخب كوت ديفوار، كل اللعيبه الدريبلر اللي انت شفتهم هو معديهم، هو معديهم، هو واصل لحد ال10. فاحنا هنا بنتكلم في لعيب خطر جدا في المراوغات، خطر جدا لو رجعنا للصوره اللي فاتت في مناطق صناعه الفرص، تمام، اللي هي هنا اهو 34% في الهاف سبيس الشمال و20%، يعني بنتكلم في 54% من الفرص اللي هو بيصنعها من الناحيه الشمال في المنطقه دي. طيب المنطقه دي ليه خطر بقى؟ تعال نروح للحالات الدفاعيه بتاعه منتخب مصر. الفيديو بتاع الحالات الدفاعيه بتاع منتخب مصر. ماشي. ده فيديو انا بشوف ان هو مهم جدا، هي تقريبا نفس الحالات اللي عايز اجيبها، بس تعالى نوقف يعني نشتغل عليها، لان انا المشكله عندي ان المنتخب عنده مشكله كبيره جدا جدا في رقابه المساحه. احنا عندنا نوعين من الرقابه، المان تو مان ومساحه، ورقابه المساحه، رقابه الرجل لرجل ورقابه المساحه. انت هنا قلت لعيبتك ان اللعيب اللي يتحرك ما تسلموش، زي ما عز قال مان تو مان انزل معاه لحد تحت، قلت كده لياسر ابراهيم. طيب ياسر ابراهيم لما نزل هو ساب مساحه. في قاعده في الكوره يا ابراهيم خاصه في الدفاع الرباعي، دي قاعده اسمها 3+1، دي كل المدربين بيشتغلوا عليها. مدافع طلع يبقى الثلاثه اللي تحتيه يقفلوا عمق الملعب، سيبك من اللي بره. هنا الهاف سبيس بتاعتنا لا اتمزعت، لان لما ياسر نزل مشي بقى الكوره، لما ياسر نزل دي هنا في الدقيقه 37 الكره بتاعه ايجور تياجو، بص الكره هنا اتضرب نص الملعب، وقف هنا ثانيه واحده بس، ياسر طلع هنا، ده اندفاع من ياسر. ليه؟ لان اللي نازل ده مش فيرود، ده رافينيا، ده ال10.
فانت هنا تسلمه للسته بتاعك وترجع. طب ارجع ليه؟ لان ماشي بقى الصوره، محمد هاني مشغول بره الكادر خالص بفينيسيوس، بره خالص بفينيسيوس. ولو اي فرقه تانية هو ممكن يقعد يعجن ويلف ويدور، هو ما عجنش، هو ودى خالص. لا معلش انا عايزها تاني، انا عايز نفس الصوره دي تاني، انا عايز نفس الهجمه دي تاني. الهجمه تاني. فبالتالي انت هتلاقي الراجل هو مشغول بفينيسيوس تماما الناحيه اليمين، والراجل فاتح خالص وسايب المساحه اللي في النص. كان المفروض هاني هو اللي يدخل، لان لو ياسر خرج هاني يدخل. بص وقف اي منتخب تاني، ارجع ثانيه يا عمر بظهرك، اي منتخب تاني اي منتخب تاني في الدنيا الراجل اللي هنا ده هيقوم مباصي للراجل اللي هنا ده بس خلاص ويدور الكوره، مش دي السهله، يدور الكوره. لو لعيب منتخب مصر اصلا كان وقف على الكوره او هيقوم ايه مدي واحده لفه كده ويقعد يدور على الراجل اللي هناك، يقول لك الله ينور هطلع عليك. الراجل اللي هناك. الله ينور عليك. بص ده عمل ايه؟ عشان ده مين؟ عشان ده رافينيا. فهو عنده احساس بالمكان. يعني ايوه هو إحنا حاسس بس بنقول بالمكان. علشان الناس تبقى فاهمه الكواليتي بتاع الباص، علشان ده الكواليتي نفسه اللي انت هتشوف. ارجع ورا سنه عشان الناس تشوف يا عمر، حاسس تقع، حاسس يلا رجعت ورا خالص اهو. لا تعالى كده تعالى كده بس. انت الناس بس شافت كده الراجل. بصوا يا جماعه انتوا متخيلين الباص؟ لا كده خرجت بره الكادر خالص. لا انتوا متخيلين الباص عامل ازاي؟ كمل يا عمر، تعالى كمل. انت الناس تخيلت الجو بتاعت الباص عامل ازاي؟ على فكره هو الباص ده اللي انت بتتكلم فيه ده مهم جدا، لان هو انا ليه بالنسبه لي الباص ده مش اعتباط، مش الراجل ده مش، لان الراجل ده عارف ان اللي خرج سنتر باك، فهو لعبها فين؟ لعبها في مكان السنتر باك اللي خرج. بس المفروض هنا ان هاني هو اللي بيقفل قلب الملعب، يخش يسيب فينيسيوس. هتقول لي يسيب فينيسيوس؟ سيبه، لان هنا الملعب بنقسمه مناطق اكثر خطوره. هو العمق، انا اصلا بدافع على ايه؟ بدافع على العمق. صحيح. فخلاص سيب الراجل اللي بره ده، عشان لما الكره تروح له هيبقى عندي قدره ان انا اطلع عليه وراح اعمل عمليه الترحيل بقى. فبالتالي احنا عندنا مشكله كبيره جدا في رقابه المساحه. فالكره دي لما اتلعبت، لما ياسر خرج، هاني لازم ياخد خطوتين ثلاثه لجوه، ياخد الراجل ده عشان ده يبقى سنتر باك، ياخد الراجل ده واللي هناك ده يعمل التغطيه العكسيه. ماشي بقى الهجمه اتضربت. بص هاني جاي امتى؟ جاي متاخر جدا جدا. محمد هاني فالراجل انفرد. تعال شوف نفس الهجمه اللي احنا اشتغلنا عليها بعد ما بقينا 5. ثانيه واحده بقى، وقف. انا ما عنديش مشكله في الشكل الرقمي. هتلعب 5، هتلعب 4، هتلعب 3، العب زي ما تلعب. ماشي. لكن انا عندي نوعين من الرقابه، اعملهم صح. رقابه رجل لرجل، هراقب اللعيب او منطقه، ولا اراقب المساحه. لكن ما ينفعش يبقى عندي كل العدد ده، ولا انا مراقب لعيب ولا انا مراقب مساحه. خد بالك، اضعف حته في اي دفاع هي الهاف سبيس اللي احنا بنتكلم فيها دي. وبص انت لو وقفت على الحته اللي انت واقف عليها، هم أربعة كتير جدا في المساحة دي، بس مش جدا. ما فيش حد ماسك حد، مش متوزعين صح، ما فيش حد واقف، ما حدش ماسك حد. انا ما عنديش مشكله كمان ما تبقاش ماسك حد، بس مغطي مساحه. يعني انا مش ماسك المان، بس انا واقف مغطي مساحه. أيوة. ماشي بقى الهجمه. احنا المفروض بنلعب على الورق ب3. بص هتعدي الكره، وقف برده ثانيه واحده بس. هنا كام؟ 1 3 على اهو، 3 اهو على 2. بص الراجل ده هيتحرك في المساحات دي وهيقطع عشان يروح يجيب جول. فبالتالي انا هنا عندي 2 على لعيب ما قطعوش الكوره لانه عمل كروس، و3 على لعيب ولا واحد فيهم خد الكوره، والراجل كان اقرب ان هو يجيب جول. فدي المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها. ماشي بقى الهجمه، الراجل هيعدي مره واثنين. بص مين اقرب واحد؟ قاطع ما بين ال3. الكوره دي في الدقيقه 50، بعدها بدقيقه هيتكرر نفس الغلط. بص الراجل طالع عادي جدا في السنتر باك بالباص، وقف بقى هنا، وقف هنا، ادي 1 2 3 على 1 2 3. تمام. الراجل مروان لازم ياخد خطوتين لجوه عشان يعمل لنا كثافه، فنبقى 4 على 3. ما حصلش، بس احنا ايكوال بالشكل. ماشي بقى الهجمه، وبص الكره هتضرب انهي مساحه؟ الكره هتضرب فين؟ الهاف سبيس هنا. اتقطعت عشان ياسر خرج كمان يقابل رافينيا، صح؟ وقف بقى هنا الهجمه، ده رافينيا. تمام. رايح 1 على 1. الراجل اللي هيروح يجيب الجون ده بره ال 18 يا ابراهيم. على كام؟ على 3. ايوه نفس المنظر برضه. أيوة. ماشي. بص بقى براحته خالص خالص. بص بقى هنا، رجعها لنا، رجعها بقى تاني كده عشان اخرج انا بس قدام. الباص بتطلع. لا الهجمه الاخرانيه بس، الهجمه الاخرانيه. الجون يا تيتو هيجيبها لك تاني، دي اولها. فبالتالي احنا بنتكلم يا ابراهيم في ان انت عندك مشاكل في المساحات دي. المساحه دي اللي اتضربت، مش هي دي يا جماعه، مش هي. انا عايزين كره الجول يا جماعه، كره الجول اللي جه فينا يا جماعه، اللي هي اخر هجمه في دفاع مصر. انت بتتكلم يا ابراهيم في هي دي. بالظبط هي دي. بص
دي اللي بعديها، هي اللي بعديها، لا دي الهجمه اللي قبل دي الجول. الهجمه اللي قبلها بتاعت عز. بص انت بتتكلم، بص واحد وسط كام لعيب وهو الاقرب للمرمى. صحيح. وهنا دي قبلها بدقيقه، يعني دي الدقيقه 50، الدقيقه 51 الجون. فبالتالي انت هنا العدد، الرقم مش مهم بالنسبه لي، خد انا بالك ده هعملها 3-5-2 ازاي؟ اللي الناس بتحس انها دي امان. هي بتدافع. ده انا هفاجئك بال 3-5-2. بص جوده الباص برضو اتلعبت هنا، اتضغط علينا، وانس ان انت اتضغط عليك هنا الرقابه. انا عايزك بس ثانيه واحده بس، نوقف هنا نوقف هنا. بص 1 2 3 مع الراجل اللي جاي من بره ال 18 براحته خالص خالص. فانت هنا 3 واقفين، بس هل هم مراقبين راجل؟ لا. طب هل هم مراقبين مساحه؟ لا. قافلين زاويه بس لا، مفيش اي حاجه. الناس اللي ضغطت على الراجل اللي معاه الكوره ده ايوه قفلت عليه زاويه التمرير؟ لا. فبالتالي انت هنا مش بالعدد، مش بالكم، هي بالكيف. انت عندك يا تراقب الراجل يا تراقب المساحه، لان الحاله الدفاعيه 3 عناصر، يا رقابه يا ضغط يا تمركز. انت لازم تعمل 3 عشان تطلع بحاله دفاعيه سليمه. انت لو ما عملتش ولا حاجه من دول، فبالتالي احنا عندنا جرس انذار مهم جدا تحديدا في المساحات دي قدام بلجيكا. تحديدا في المساحات دي انا جبت لك الرقم بتاع دوكو، الراجل بيعمل 54% من الفرص، مش من المراوغات ولا الاستلامات، من الفرص. صحيح. في المساحه دي مع واحد هو اكتر واحد في الدوريات الخمسه الكبرى عامل مراوغات مكتمله. وحتى لما هتروح اديله بس لما ايه اديها. لا استنى بس، اطلع بقى. استنى بس، في في حاجة؟ الختام. إيه؟ لا يعني هتوصى بيه يعني هتوصى بيه. احنا ما هنركز معاه ف... ليله المباراه مش دلوقتي. ايوه صح. فبالتالي انت بتتكلم، هي دي كانت جزء كبير جدا من جرس الانذار او الضوء الاحمر اللي احنا نبص عليه في مباراه البرازيل، لانها كتير شبه بلجيكا. لما تروح تتفرج على بلجيكا، لما نروح لبلجيكا والحالات بتاعتها في مباراه تونس، هتلاقي ان هي دي المساحه اللي هو دايما بيفضيها، فما ينفعش انا بقى افضيها له طواعيه. صحيح. والله زمان ملوك التحليل حلوين، الوقت معانا والدنيا حلوه، وفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. طيب أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين مع ملوك التحليل. إيه بقى في بلجيكا اللي هيحصل؟ بلجيكا انا بالنسبه لي في جزء مهم برضو زي ما اتفقنا. ليه صحيح بلجيكا مشهورة بالشوكولاتة؟ هل في حد عنده معلومة عنه؟ والله لسه ما روحتش. والله؟ بجد؟ والنبي. حد عنده فكرة؟ يعني اشمعنى الشوكولاتة البلجيكية؟ يعني ليه؟ هم يعني زي ما بيقول لك كده البطاطس بتاعت هولندا والباستا بتاعت ايطاليا ثانية طب انت لما رحت حسيت البطاطس بتاعت هولندا، اقسم بالله البطاطس بتاعتنا احلى منها. ما انا ما جربتش برضه. انا لسه ناقصني كتير. يا راجل الباستا بتاعت ايطاليا بس يا راجل ليه ما اتفرجتش على همام في امستردام؟ كنت لسه اقول لك، هي البطاطس اتشهرت بهمام، هو ده اللي احنا عرفناه. بيقطع في البطاطس، بيقلب في البطاطس، وده اللي احنا بيقلب في عرفناه. المواجع. ماشي، انا بس لقيتكم داخلين سخنين بس فقلت اهدي الدنيا. ما فيش شوكولاته السويسري برضه، ليه انت ليه قفشت في بلجيكا؟ بس انا بحس ان هي بيقول لك هي البلجيكي دي فعلا البلجيم شوكليت. حتى في الفيلم كانت ما أيوة. احنا هنحرق. يلا يا زيزو، بلجيكا. ايوه بلجيكا. طبعا حاجه من الحاجات اللي كنا بنتكلم فيها ان فكره 3 مدافعين او 4 مدافعين مش هي دي الحدوته، هي الحدوته ان احنا ندافع بنظام. جزء كبير من مشاكلنا كانت في الدفاع بشكل منظم، كانت جايه من ان في لعيب هو مش بيقفل زوايا التمرير كويس. هيثم حسن واحد من اللعيبه الممتازه والكره في رجله، لكن والكره مش في رجله هو واحد من اللعيبه اللي عنده مشكله في غلق زوايا التمرير. كويس. حلو. وبالتالي احنا فهمنا ان توظيف هيثم حسن المناسب هيكون بديل على مقاعد البدلاء لما نحتاج حل فردي جيد. اوكي. طيب مين اللي يلعب مكان بقى هيثم حسن؟ انا اتمنى ان انا اشوف امام عاشور تاني اساسي في منتخب مصر، لانه لعيب مهم جدا ان هو يكون موجود، لانه فرده، يعني واحد من المواهب الثقيله اللي عندنا. بشرط انه يبص على الدرس اللي عمله معاه حسام حسن بزيكو. زيكو نزل ماتشين جاب جولين، بس تفتكر ده اللي عجبني في زيزو في زيكو؟ لا. امال ايه؟ الاهتمام. ولا ده اللي عجب حسام بالمناسبه، يعني ده ولا اللي عجب كابتن حسام الجونين بس، لا. اللي عجب كابتن حسام هو اللي عجب زيزو بقى بتاعنا. انا عايز افرجك على مقارنه بين امام
وزيكو عشان تعرف هو ليه زيكو اساسي في منتخب مصر وامام قعد دكه في الماتش اللي فات. طب يلا عشان تتفرج على امام النسخه الجديده ان شاء الله، ربنا يكرمه ويوفقه فيه. طب ما ده كلام حلو، ده كلام عظيم. يلا بينا. يلا طيب هو بينا. انا في الاول كنت عايزهم يجيبوا الجول اصلا بتاع منتخب مصر اللي ضغط فيه زيكو. لا نجيب لك الجون اللي ضغط فيه زيكو. قبل الشغل بتاع الاي اي. ده احنا عندنا ماتيريال والدنيا زبادي بالظبط كده. ايوه بص ستوب. اه ده زيكو. اه زيكو دوره انه يراقب الراجل ده. زيكو عشان واثق في امكانياته وواثق في لياقته البدنيه انه لعيب جامد ناشف، فزيكو سابه ما فضلش لازق فيه عشان خاطر ياخد اللحظه اللي الراجل ده هيباصي فيها الكوره ويقوم حاطط عليه الضغط زي ما هتشوف لما نشغل الفيديو. امن راحت الكوره، احنا امان. هو مراقب الراجل رقم 5. أيوة. بعد كده خد خطوتين لورا، قفل زاويه التمرير. الراجل رقم 5 هتجيله الكوره، رحنا حطينا عليه الضغط. اتقطعت الكوره وتحولت لهجمه. دي الهجمه اللي دخل الجول من زيكو. ايوه. فبالتالي الجول اللي جابه زيكو هو مش بس مجرد ان هو توقع وجري، لا ده هو اللي قاطع الكوره في الاصل بالضغط بتاعه على حامل الكوره. اوكي. ده زيكو اللي احنا راهنا عليه مع كابتن حسام حسن، وكانت النتيجه انه سجل الجول. هات بقى الصور بتاعت امام وبعد كده. هو فين الجون يا جماعه؟ الراجل عايز الجول. هو الراجل عايز الجول. مش ازمه كده كده موجود الجول. انا عارف. ماشي. طيب هنا بقى احنا بنتكلم على امام عاشور في الماتش بتاع منتخب روسيا. امام عاشور المفروض يمسك الراجل ده علشان خاطر الفيرود بتاعنا يروح يضغط على الراجل ده. فامام بيتمشى بالراحه لحد ما الراجل ده وصل للحته دي وابتدوا الاثنين يكونوا خلاص مع بعض جنب بعض والدنيا امان. بس عشان امام مش مركز معانا في ارض الملعب، النتيجه ان الراجل خد خطوه قدام وامام ما جاش وراه. فكانت النتيجه ايه؟ ان الباص طلع والراجل استلم الكوره وابتدت تكون هجمه خطره، لان الراجل بتاعهم ده استلم كوره في مساحه كبيره. الميزه ان ده كان منتخب روسيا اللي بقاله كتير ما بيلعبش، فعشان كده مستواه مش اعلى مستوى. بس لما نبص على اللقطه اللي بعدها هنلاقي ان دي ما حصلتش مره من امام عاشور. الراجل ده انا فجاه لقيتك دخلت الجنه. ايوه بتاع الابيض الكبيره دي. انت موجود معانا ولا طلعت فوق؟ الراجل ده هو مسؤوليه امام عاشور. تفتكر الباص دي هتوصل ولا لا؟ هتوصل. لان امام عاشور فاكر ان الكره حلوه وهي في رجلي لان انا اهم موهبه في مصر. بس من غير الحاجات دي انت هتبقى عامل زي اللي عايز بيته يبقى امان وفاتح الباب والشباك للحراميه. انت لازم تبقى تقفل الباب والشباك صح عشان ابقى امان. حلو. تعال بقى نتفرج على زيكو. ده زيكو في بدايه الهجمه بيشاور لمهند لاشين بيقول له خد الراجل ده. ده تاني ماتش دولي. بس هو راجل مهتم، راجل منتبه. وبعد كده مأمن وقام مشاور ليه مهند لاشين قال له اتقل انت اصبر، وفضل رايح مع الراجل بتاعه عشان مهند يفضل ماسك الراجل ده. هو باصص ومركز. الهجمه دارت الناحيه الثانيه، البرازيل ما نجحتش فقامت مدوره اللعب الناحيه الثانيه، فضل ماشي مع الراجل بتاعه. امان بس في واحد فاضي، مهند روح له. ده زيكو اللي بيشاور. ده اللي بيوجه. ده المهتم. ده تاني ماتش دولي. ده مش اهم موهبه في افريقيا. بس ده لعيب مهتم، جاب جولين في ماتشين بخلاف الدور اللي عمله بانه قفل الباب بتاع منتخب مصر في هجمات كتير. حلو. لحد ما كانت النتيجه ان ده زيكو واصل لحد منطقه جزاء منتخب مصر، واقف على خط واحد مع لعيبه الارتكاز لانه مهتم. ده بخلاف الجول اللي جابه. فبالتالي هو ده اللعيب اللي انا عايز اشوفه في امام عاشور. زيكو بس ناقصه حاجه واحده اتمنى ان هو يحسنها. ايه هي؟ ان هو يكون اسرع في عمليه الجري من غير كوره. احنا بنلعب على التحولات، فما ينفعش لما المرموش يستلم الكوره تبقى انت لسه واقف. خلاص. لازم يكون بيجري بسرعه. دي بس الحاجه الوحيده اللي لو ظبطت احنا عندنا لعيب لازم يكون اساسي في ماتش بلجيكا، او اتمنى ان هو يكون اساسي. زيكو يبقى اساسي في ماتش بلجيكا. طيب. مش محمد ناجي جده، لان المره ثانيه حمدي فتحي مش وحش يا جماعه كسنتر باك لانه لعبها في ماتش اسبانيا. المشكله مش في 3-5-2 ولا 4-4-2، المشكله في النظام بتاع اللعب. وزيكو مش محمد ناجي جده. زيكو ينفع يكون لعيب اساسي طالما اللعيبه الاساسيين بتاعتنا مش بتعمل الدور والمجهود اللي اللعيب او المنتخب محتاجه. طيب اللي يقصده بجده يا جماعه اللعيب اللي بينزل بديل في اي وقت من الاوقات يسجل هدف لا هم الناس كلها بتقول ان ده نفس نظريه كابتن حسام حسن. كابتن حسن شحاته لما جاب محمد ناجي جده على حساب ميدو، ومحمد ناجي جده بقى كل ما ينزل كسوبر صب كبديل يجيب جون. فلا هو محمد ناجي جده ده كان 2000 وكام؟ 2010. طيب من زمان قوي. 16 سنه.
ايوه قال لك زمان قوي. قلبي. فهمت الفكره ولا لا؟ يعني لازم تتحكي كامل، لازم صح؟ تتحكي عشان انت بتتعامل معاها ان هي كانت اول امبارح. انا بتعامل ان عادي كلنا في شاب عدينا يعني. لا، في شاب عنده 20 سنه كان دلوقتي 4 سنين. كان عنده 4 سنين والماتش ما دي شافش بتتلعب. القصه دي خالص. صدق فعلا. ركز بقى. قلبي. هات لي دواء الضغط يا في ابني. واحد عنده 22 سنه كان عنده 6 سنين و2010 بتتلعب، فهو بيتعامل على انه يا عيني الناس كلها عارفه، الناس قصة كلها جده عارفه يعني. جده كان امبارح في يا عيني. طيب عمر اتفضل. طيب انا عندي فكره في الشكل الرقمي، انا مش فارق لي خالص موضوع ال 4 4 2 و4 و3 5 2. هو كابتن حسام جربهم، عايز يتكلم فيهم كويس جدا، ان انت لو هتلعب كده لازم تعمل كده. انا عندي مشكله ان احنا ممكن نروح لفكره ال 3 5 2 مع فرق بتلعب على الاطراف اصلا. وال 3 5 2 او ال 5 3 2 ايا ما يكون الدفاع الثلاثي، يعني هو نقطه ضعفه دايما الاطراف عكس ما الناس متخيله. وده عشان كده نجح بشكل كبير جدا قدام فريق زي جنوب افريقيا. لما لعبت قدامه في كاس الامم الافريقيه، فريق اصلا بيخترق من العمق، فانت قدرت تقفل له العمق لان انت عملت كثافه باثنين في نص الملعب، بينزل لهم ثالث بثلاثه في قلب الملعب سنتر باكات، فبقى عندك 6. لكن لما بتلعب ب5 مع فريق بيلعب على الاطراف، بتبقى الحيره اللي عز شرحها في السيجمنت الاولاني، اروح بالباك ولا اروح بالسنتر باك، اروح بالجناح ولا اوقف بتبقى عندك مشكله، لان السنتر باك ده بيخاف يخرج من بيته، عشان لو خرج قابل هو الجناح الدنيا فضيت ورا، ولو فضل واقف بقوا 2 على 1 على الباك، فبتبقى فيها مشكله. انا مشكلتي بقى في التنفيذ. فتعالى نشوف الاول منتخب بلجيكا بيعمل ايه، تعالى نشوف هجوم بلجيكا بيعمل ايه، ونفتكر اللي احنا لسه قايلينه من شويه على منتخب البرازيل، لان هتلاقي التشابه كبير جدا جدا ما بين الاثنين. فتعالى نشوف هجوم منتخب بلجيكا، لان منتخب بلجيكا في الاساس ده منتخب بلجيكا لابس اللبني، لابس ويلز اللي لابس الاحمر، فده منتخب بلجيكا. ده جيرمي دوكو، الراجل اللي طاير ده هتشوفه في الصوره اللي جايه. ماشي، هات الصوره اللي بعديها كده. ده كاستانيه، ده الباك ليفت. دايما فلسفه رودي جارسيا، وبالمناسبه هو الراجل كده من ايام محمد صلاح، جناحه لازم يتعزل 1 على 1. فعشان اعملها اعمل ايه؟ اطير باك. طب الجناح بتاعي بيحب ياخد لجوه ولا لبره؟ بيحب ياخد لبره، يبقى الباك ياخد لجوه على طول. عشان ال5 ممرات اللي انا وريتهم لك، اللي هو جيرمي دوكو بياخد فيهم 34% او عامل 54%، يبقوا فاضيين له دايما. فدايما تلاقي الراجل ده ايه؟ 1 على 1. فمدخل الباك ليفت على طول فين؟ في العمق، هو اللي هيروح. ماشي بقى الصوره اللي بعديها. الراجل استلم فين؟ جوه ال 18، فعمل كثافه 3 على 3. الراجل اللي جاي من تحت والراجل الجناح العكسي تروسار، الكره دي هدف في مرمى ويلز. تمام؟ ماشي الصوره اللي بعديها. الكوره راحت لراجل هو الجون، حطها في المرمى. الصوره اللي بعديها هتلاقي في نفس المباراه ده جيرمي دوكو واخد الخط. الصوره اللي بعدها هتلاقي اللي جاي له من تحت في المساحه اللي في العمق توماس مونيه الباك رايت. يعني بص، هو خد جناح، مين اللي جاي من جوه؟ الباك رايت في المساحه اللي هي ايه؟ الهاف سبيس اللي كانت بتفضى عندنا لما هاني كان مشغول بدوكو، وفضيت لما ياسر خرج. خد بالك عشان دي هتتكرر كتير في ماتش بلجيكا. فهتلاقي الكره اللي بعديها ان توماس مونيه ماشي الهجمه، توماس مونيه هو اللي جاب سدد مباشره ناحيه فتوح. بالظبط. انا بتكلم في الهاف سبيس يمين وشمال، لان الراجل ده لما بيخرج انا جايب لك للباكين عشان ما تبقاش باك واحد، الباكين دايما هم اللي بياخدوا الهاف سبيس لجوه. تمام. فبالتالي والراجل ده سدد مباشره جابها جول. المباراه دي خلصت 4-2 لبلجيكا. ماشي بقى الصوره اللي بعديها لاخر ماتش خالص لبلجيكا قدام تونس. ماشي الصوره اللي بعديها. هنا الراجل اللي متحرك جوه ده اللي انا كاتب لك عليه ده الليفت باك. بص واخد المساحه فين؟ عشان جيرمي دوكو واخد الباك وطالع بيه بره، فمفضي المساحه اللي جوه. خش في الصوره اللي بعدها اهو، الراجل جاي من تحت مسلم جيرمي دوكو وطالع على المساحه اللي جوه. مشي بقى الصور معانا واحده واحده كده. بص بقى هنا الراجل استلم فين؟ هي دي يا ابراهيم اللي هتفضل دايما المساحه الخطر، ما يفكركش الشكل ده بالجون بتاع البرازيل. بالظبط. ورغم ان هنا ازحم، يعني هنا ازحم بكتير. يعني لعيبه تونس واقفه. وبص الاثنين هنا برضو الاثنين مكملين، ويكاد يكون شكل تمركزهم افضل من تمركز لعيبه منتخب مصر في الكره بتاعت البرازيل. تمام. ماشي بقى الهجمه، الراجل استلم. بص الراجل استلم، ده الباك ليفت. بص انا بقول لك برضو دخل لحد فين. السلام عليكم. وبص الراجل ده بقى فاضي ازاي. ماشي الكوره، هتلاقي الراجل ده دي بروين مستلم جوه منطقه الجزاء ومسدد جنب العرض. الشوط الثاني الراجل ده الليفت باك والراجل ده دي بروين. ماشي الهجمه. ايوه. ده مين؟ جيرمي دوكو. ايوه. استلم 1 على 1. هو هنا مدخل الباك ليفت ليه؟
ده اللي لازم لعيبتنا تاخد بالها منه. عشان كده بقول لك رقابه المساحه ورقابه الرجل. هو مدخل ده هنا عشان يفضل حاجز المجموعه دي كلها بالراجل ده، فده يفضل 1 على 1 وده يفضل فاضي. دي بروين يفضل فاضي. الكره اللي فاتت الراجل لعبها كاستانيا اللي دي بروين شاطها طلعت بره. ده معلق المجموعه الهجوميه عشان ده هو اللي هيعدي ويودينا ده موقف له واحد عشان ما يبقوش 2 على دوكو، فده يفضل مشغول دايما بالباك ليفت دايما، فما يطلعلوش، ويفضل الراجل ده دايما فاضي. فمشي بقى الهجمه هتلاقي ان الكره طلعت لبره. بص بقى هنا دي بروين استلم في مساحه قد ايه، لان الراجل ده مش عارف يطلع له لانه محجوز. وفي نفس الوقت الراجل جيرمي دوكو ده قدامه المساحه فاضيه خالص. ليه؟ لان السنتر باك بتاع تونس مش عارف يروح يغطي عليه لانه محجوز برده بباك، فالمساحه فضيت تماما قدام كيفن دي بروين وسدد دي كيفن دي بروين. شوف الصوره اللي بعديها، الكره دي كانت هدف للمنتخب البلجيكي. عندي سؤال. طيب انا المستوى او الليفل اللي بيلعب فيه منتخب بلجيكا ده ليفل عالي جدا جدا. طيب الكره دي لو اتقطعت ومنتخب تونس، ارجع صوره معلش يا تيتو بعد اذنك. لو الكره دي اتقطعت قبليها كمان معلش انت قبليها هنا اهو في المراوغه دي اتقطعت، حلو، والباك ليفت ده طالع اهو لحد فوق، تمام، ومنتخب تونس لعب على التحول، ما يبقاش فيها خطوره كبيره على منتخب بلجيكا؟ على المنتخب البلجيكي اولا المنتخب البلجيكي بيتضرب باللعب المباشر، ده رقم 1. المنتخب البلجيكي اصلا من نقط ضعفه الضرب باللعب المباشر. تاني حاجه انت محتاج ان انت هنا تبقى جاهز للترانزيشن، لان خد بالك هو هنا المنتخب البلجيكي برضه مهاجم بواحد 2 3 4 5 6 وهتلاقي السابع تحتيهم، فهو بقى مأمن نفسه ب3 لعيبه. انت هنا محتاج عشان تضرب ال3 لعيبه دول ان انت تلعب لعب مباشر سريع. عشان كده اللي عايز اتكلم فيه بقى ان انت لو هتبدا بزيكو لازم يبقى محضر نفسه للانطلاق، لانه زيكو هيبقى من المجموعه اللي بتدافع هنا، واللي هيبقى الاثنين اللي متعلقين فوق مين؟ صلاح ومرموش. فعايزين 2 تحتيهم يبقوا مجهزين نفسهم للجري عشان تلعب لعب مباشر تقدر تستفيد انك تاخد من تحت الراجل اللي هو الباك ليفت اللي طاير. خد بالك هو هنا كمان في تيليمانس لاعب الوسط مهاجم، واونانا هو اللي مأمن مع الاثنين السنتر باكين. طيب فانت جزء كبير جدا من المنتخب البلجيكي من نقط ضعفه الهجمات المرتده واللعب المباشر. لازم تلعب على منتخب بلجيكا لعب مباشر عشان تستفيد من ده، طالما هو زي كل لعيبته في المجموعه الهجوميه وبيلعب يعني الله ينور عليك يعني. انت بقى عشان تواجه الكلام ده كله، فكره ان انت تسحب لعيب لبره ولعيب لجوه، لان التركه دي بتحصل كتير جدا. خلينا فاكرين دوكو ياخد الخط، الباك سواء اليمين او الشمال هو هيلعب فين؟ هيلعب ناحيه الشمال في الحته اللي هو المعتاد فيها، هتلاقي الباك ليفت بتاعه داخل لجوه عشان يسحب معاه السنتر باك، فيسيب دايما 1 على 1 دوكو على جناح، او ياخد باك فيسيب الباك ليفت بتاعه على سنتر باك، فتفضى عمق الملعب لدي بروين. هتلاقيها بتتكرر كتير جدا. هنا بقى المشكله منتخب مصر يضغط من فوق ولا من تحت؟ تعال نشوف حالات الضغط بتاعت منتخب مصر عشان نعرف قدام منتخب بلجيكا نعمل ايه عشان نتفادى اللي بيحصل ده. احنا عندنا عدد هنا بقى ده ضغط منتخب مصر. بص الراجل اللي خد الكرة هنا ده رافينيا. حلو، رافينيا خطف الكرة والمنتخب البرازيلي هيبدأ يحضر لعب عادي جدا. انت هنا كمنتخب مصر قررت انك هتضغط ضغط عالي، خلاص انت رايح هنا تضغط. بص الراجل خد القرار مروان ايوه. بص بقى رافينيا فضي ازاي، بص حسام حسن بس على طول ما قفلش زاويه. هي دي بقى، هي دي. فبص هنا الكرة اتضربت ازاي وجي منها الجون الاولاني بالمناسبه، يعني هي دي اللي جه منها الجون الاولاني لمنتخب البرازيل. فانت هنا الراجل رافينيا فضى نفسه في عمق الملعب تماما في الحته دي. يعني الكره دي صدق اول مره اخد بالي، يعني الكره دي بدايتها اصلا انا ما عرفتش اعمل الضغط، ما عملتش بالظبط. فضيت رافينيا. انا هنا عجباني جدا اشاره شوبير لانه بيقول هو كده، هو ده الصح، لان هو ده الصح ده ان هو يلعب لمهند، لان هو مهند الوحيد. منتخب البرازيل كان مميز جدا في الضغط على الجناب. هنا بقى لما بتيجي تستنى تحت الكوره، بص بقى الفرق هنا ما بين زيكو وما بين الراجل ما بين هيثم لما ما قفلش زاويه التمرير. هنا احنا بنضغط من الميديم بلوك. بص كل لعيب، بص الراجل مرموش رايح فين؟ هو رايح مش عايز الكوره، هو الراجل بيعزل الراجل اللي هناك ده خالص، بيطلعه بره اللعب. زيكو هنا بيعمل ايه؟ بيعزل كاسيميرو. خلاص انت هنا بتضغط تحت الكوره، فانت محتاج لما تلعب قدام منتخب بلجيكا تبقى شرس في الحته دي، ما تطلع. بص اتردت الكوره فراح غلط المنتخب البرازيلي وزيكو راح جاب الجون لانه متوقع. انا بعيدا عن الجون انا عندي فكره مناطق الضغط. قررت تضغط من فوق، يبقى انت لازم اللعيبه اللي في ظهر خط الضغط تتامن.
انا عايز اول الكره ما توصل بس لاليسون ويبصيها نوقف. يعني هنا اليسون بص الكره اتخطفت، دي الجون الاولاني اللي وقف فيه. بقى هنا. كمل بس خطوه كمان، مشي مشي مشي. اول ما مروان يطلع هنا كمل، مروان هيطلع عشان ياخد قرار خط الضغط، بس وقف هنا بقى، وقف هنا. معلش بقى نقوم نشرح حاجه. اتفضل يا باشا. مدرس كل الرجاله دي عدل ازاي وهو قايم 10 سنين فعلا. عدل والله فات 10 سنين 16 سنه فعلا. 16 سنه فعلا. صغير ساعتها كنت بقوم اسرع من كده. بص واحد ما امشي جري. قال لك قلت لك كانت حاجه بتزيق. نقوم بقى نشرح بقى. لا وفي صوت مولد سرير أيوة، في حاجة ضهره بتزيق. دي حقيقه فعلا والله. في يلا بقى مش هنشكل الناس همنا. يا عواجيز. هنا في 1 2 3 4 5 خدوا قرار الضغط العالي. طالما خدت قرار الضغط العالي يبقى المساحه اللي في ظهرك لازم تتراقب، لان هي دي اللي هتفك الضغط، دي اللي هتعمل عليك مشكله. فبالتالي الاصل في الكوره اني ادافع من جوه لبره، مش العكس. ما دافعش من بره لجوه. يعني ايه؟ اقفل العمق تقصد. لازم لازم الراجل ده ياخد خطوتين 3 هنا كده عشان يقطع مسار التمرير اللي هيوصل لرافينيا، لان ده اللي هيضربنا. هيسيب بيطلع على الاطراف. يطلع. عشان كده بقول لك دافع منين؟ من جوه لبره. طلع لبره، جينا كلنا كتله واحده. ايوه بس المساحه اللي احنا بنتحرك فيها دي مساحه كبيره قوي، دي مساحه برضو كبيره. حلو. انت لو مشيت، انت مشي بقى الهجمه، احنا وقفنا هنا عشان نوري رافينيا فين بس. مشي الهجمه، بص اتلعبت منين؟ الراجل كسر له خطين من عند الراجل، من عنده. انا عايزك تتخيل. وخد بالك ده لو كيفن دي بروين هيحطها في لا هيحطها الجون. هتوصل على الجون. هيحطها الجون. انا هنا الناس كلها راحت للخطأ بتاع مهند. صح. بس احنا لما نيجي نتكلم، انا هتكلم على اصل الموضوع. هو دي هجمه ثانيه ومهند غلط والاسكان دي قصه هنتكلم فيها، نيجي نتكلم على بناء لعب منتخب مصر. بس انا بتكلم هنا في ان الباص ده، معلش لو نجيبها من الاول الجون ده بس نجيبه من الاول. الباص ده انت شايف الراجل، انت شايفها بعيده، هي صح بعيده، بس هو ايه اصلا اللي وصل؟ مين اللي كسر خط الضغط؟ هو الراجل ده. فمشي بقى كده لحد ما نقف عند نفس الحته اللي احنا وقفنا فيها. طبعا هيثم راجع. احنا هنا لسه بنشاور عقلنا، هنضغط ولا هنعمل ديلي؟ يعني هنضغط فوق ولا هنرجع نستنى؟ خلاص خدنا قرار احنا هنضغط باشاره مين؟ مروان. ضغط ثانيه واحده بقى، وقف. اللي كسر الضغط الراجل ده. فالخطوتين اللي الراجل ده كسل ياخدهم بس لجوه، انا مش عايز يقطعها، انا عايز يقف. كسل فبدا يعمل ايه؟ يجري وراه. فده انا عايز اقوله بقى للاعيبتنا، عشان توفر سبرنت اقف صح. عشان توفر سبرنت جري اقف صح. انت خد خطوتين بس لجوه، مسار الباص بتاع الراجل ده هيتقطع، فهيضطر يعمل ايه؟ يا هيلعب بالعرض ويدور الكوره، يا هيلعب في المسار ده فانت هتقطع. لكن ان انت تطلع فوق وتفتح الملعب وتدافع من بره لجوه، انت قلب ملعبك كله مضروب. فعشان كده مناطق الضغط مهمه جدا وتوقيتات الضغط مهمه جدا. قدام بلجيكا بقى ده دي بروين، قدام بلجيكا بقى ده دوكو. فاتنين مش واحد. انت هنا بتلعب على اتنين خطر بالظبط، مش واحد. فيني برضه معلش يعني هو عشان الزمن جه علينا ولا ايه؟ لا خالص مش قصدي، فيني لعيب كبير وكل حاجه، بس يعني احنا شفنا الخريطه دوكو راح فين وهو فين. فانت بتتكلم بتتكلم ليه واحد السيزون اللي وحش فوق ال10 والتاني بيتكلم في 7، يعني الموضوع بعيد شويه. فهنا دي مهمه جدا يا ابراهيم. هدافع فين؟ عشان الانصاف، المساحات، الهاف سبيسز دي كلها ما تتفتحش. المناطق اللي ما بين الخطوط دي ما تتفتحش. فلازم لاعيبتنا تبقى كومباكت لجوه. والله دارت لبره هنروح كلنا، لان هوريك كمان في تونس ازاي دي بروين ضرب دي بشكل كويس جدا. انا دايما بشغل بالي بالحته ديت في حاله اللعب نفسها، لانه بيقول لك دي حاله اتولدت واحنا شغالين في الملعب. فالاقي مثلا الفرقه كلها مقفله وسايبه اللي على الطرف، يعني سواء على الطرف اليمين او الطرف الشمال. انت لما تيجي تتفرج من الملعب بتلاحظها دايما ان هم داخلين قافلين وسايبين الطرف. طيب انا سؤالي، ليه اللي بيقوله عمر هو ده اللي بيتقال او بيقولوا المحللين؟ يا باشا انا عايز اقفل العمق، ولو الكره جت على الطرف هبتدي اتحرك واطلع لعيب من الطرف. طب ما انا هنا خلقت مساحه، اي نعم هي اقل خطوره من مساحه العمق، لكني خلقت مساحه. هل ما فيش حلول في كره القدم تخلي ان المساحات دي تبقى مقفوله؟ مكانها فين يعني؟ يعني انت لو باص الكره للباك ليفت اللي ماسكه هيثم، عندك زمن كبير الباك ليفت واقف عند حدود منطقه جزاء، وعندك زمن كبير تروح تضغط عليه وتميل فرقتك كلها ناحيته. ايوه بالظبط كده. انما الباص اللي جه في ظهرك ده ضرب لك الفرقه كلها خلاص. لان انت قررت تلعب ضغط، فهتلعب مان تو مان، فالاثنين الارتكاز بتوعك خرجوا من الملعب.
فابتديت تبقى اللعيب اللي استلم الكرة ده وشه الاربعه المدافعين على طول. فطبعا انت بتختار الاقل ريسك علشان خاطر تكسب لنفسك وقت، لما تكسب وقت تحاول تروح تضغط. عشان كده كنت بقول لك انا اتمنى ان امام يكون جاهز، فامام زيكو صلاح ومرموش فيهم 3 صغيرين في السن، فنقدر يبقى عندنا من النشاط والحيويه والقوه والتركيز والميكس الحلو ما بين المهاره والموهبه بتاعه التمرير والقوه والتركيز، يبقى دول المجموعه الهجوميه بتاعتنا. اتمنى ان هم دول اللي يكونوا مروان عطيه ومروان ومهند. لان هنا بقى السؤال بتاع مهند لاشين، ناس كتير طبعا انتقدت مهند علشان طبعا التصرف الغلط اللي حصل، والناس راحت لحته ان الدولي غير الدوري. بس بالمناسبه هو اصلا غلط غلطه مشابهه في ماتش الزمالك اللي دخل منها الجول. بس دي كانت بتاعت ماتش الزمالك اصعب لانها باص مباشر، هو شايف حطها في صدر شيكو بنزا. هنا هو فكره اسكان. هنا انا في رايي، انا اسف عايز القطع ده، انا حاسس ان اللي خانوا الريتم. هو خانوا الريتم. هو الراجل هنا بيستلم، بيستنى شويه ومحدش بيضغط الضغطه دي، فهو بياخد وقته على ما يلف ويعمل اسكان. طبعا بتلاعب. هو لف بالمناسبه. ما هي دي المشكله بقى، ان هو الريتم بتاعه لما استلم وبص لقى الدنيا فاضيه راح. هو ما يعرفش ان يعني مش واخد باله ان اللي جاي وراه ده برونو جيماريش. ما اعتقدش انه راح على قد ما انا عندي تخيل ان اللعيب ما عندوش بلان بي لما بيحس ان هو ما لقاش الاختيار اللي هيباصي له. لا انا حاسس ان هو فكر في مليون حاجه في نفس الوقت. ما هي دي قصدي. هي بقى دي كلها اختيارات اصلا. ده بقى اللي انا كنت جاي لك عشان هو كان عنده اختيار سيف جدا. لا كان عنده اختيار سيف جدا. تك تك ده عارف انت الصداده في التمرين تك تك. فهو انا بقى بالنسبه لي هو لما استلم وعمل الاسكان لقى الناس بعيده، هدي راح دي هو بدا يفكر. بص تعالى نبص. قول يا زيزو عايز تقول ايه بقى؟ انت جاي النهارده عشان خاطر تقول ايه؟ تعالى نبص عليها. هي الفكره ان انا متخيل ان اللعيب المصري بشكل عام هو زي ما عمر كان بيقول موضوع الريتم ده معناه ايه؟ وانا النهارده لو رقصتك مره ده معناه ان انا لعيب حريف، بس تقدر تعمل الترقيصه دي كام مره في الماتش وكام مره قدام مدافع سريع. تقدر تدافع قدام وينج بيعمل 35 مراوغه و35 سبرنت، غير لما تدافع قدام وينج بيعمل 70 سبرنت، غير لما تدافع قدام وينج بيعمل 90 سبرنت. ماشي. ده رتم. وده تكرار كتير يخليك انت تعبان طول الوقت وتعبان في الماتش. الفكره هنا انك لما يكون عندك لخبطه لازم يكون عندك اختيار بيسموها اللي هو زي ايه باب خروج. يعني لو انت لفيت استلمت كرة مهند ولفيت ولقيت الدنيا انت لسه ما جاش في بالك اختيار، لا لو سمحت طفش. ليه؟ لان الحل الثاني انك هتتقطع منك الكوره. ده بيحصل كمان للفراوده، احنا خسرنا كور كتير قوي قدام للسبب ده. لو شغلوا الفيديو تعالى نبص عليها سوا كده. يلا. اللي هو بتاع فقدان الكوره هيلاقوه. عادي انا ممكن اخد فاصل لحد ما يلاقوا الكوره. ماشي، لحد ما الكوره فقدان الكوره، احنا فقدنا الكوره اهي. بص هو لف وبعدين رجع وبعدين كان يقدر يباصي لورا او للجول او ناحيه اليمين، يقدر يباصي ل 60 واحد. اعتقد ان هو لما لف ودار بالكوره ستوب بقى، هو غالبا ما لقاش حد هنا فاحتار، قال لك انا هباصي هنا، وبعدين لقى رجل رافينيا فقال لك طب كمل لفه وتعالى نباصي للسنتر باك. فكذا قرار بتاعه دول واحده من الحاجات اللي اكيد انت هتعاني منها في الماتش بتاع منتخب بلجيكا. عشان كده لما تتزنق لما تحس ان اول قرار عندك غلط، القرار الثاني بتاعك لازم يكون انك تلعب على الامان. لان الريتم بتاع المنتخبات دي عالي قوي. زي بالظبط الصوره اللي وراها لما تشغل الصور بقى. هنا الباص كان سهل جدا. هي دي فكره اللي انا بقول لك، هو حس ان ممكن يفكر تاني. طيب كمل يا زيزو. زي هنا بالظبط كده مثلا لما احنا لعبنا كره طوليه ستوب بقى، وقف هنا اللقطه دي. الراجل ده لما استلم الكوره ده كان زيكو برضه. لما الراجل ده استلم الكوره هو مش عارف لسه هيعمل بيها ايه. فكانت النتيجه ان هو قام واقف وقام جاي يمين وبعدين قام راجع تاني فاتقطعت منه الكوره. لما تستلم الكوره حسيت ان ما عندكش قرار، انت ما كنتش جاهز، العب الناحيه العكسيه، دي الناحيه الفاضيه. ليه؟ لان اللعب كله طالما انت واقف ناحيه اليمين يبقى الفرق كلها جايه يمين ميله، يبقى الناحيه الثانيه هي الناحيه الفاضيه. فانت لازم كل لعيب يبقى عنده حاجه اسمها مخرج، باب مخرج، عشان القرار الاول هو القرار اللي انت مجهزه، القرار الثاني ده الامان. صحيح، اللي هو بلغه زمان قوي مبدا السلامه. بالظبط كده يا كابتن حماد امام الله يرحمه. بالظبط كده، فبدل ما يبقى مبدا السلامه في المدرجات يبقى مبدا السلامه في الملعب لزميل. بالظبط، كل واحد يبقى مجهز حل بديل. وكان صلاح دايما بيتكلم في الموضوع بتاع ان انا دايما بنزل الملعب حاطط في دماغي سيناريو ايه وسيناريو بديل لو سيناريو ايه ما مشيش على هوايه. وبالتالي اللعيبه ليه؟ لان سيبك من اللقطه بتاعت مهند، اللقطه بتاعت مهند اعتقد ان هو اللي اتلسع في الشوربه، الماتش الجاي مش هيعمل حاجه شبه كده.
انما الفراوده بتاعتنا خسرت الكره كميه مرات لان هم عينيهم مش على ان الناحيه العكسيه فاضيه كتير جدا. صحيح. لان هم في الاخر هو كل واحد بيستلم الكوره عايز يبص لزميله وعايز يشوف مين بيتحرك ومين ما بيتحركش وهكذا. ده شيء عظيم جدا وده كلام عظيم. فاصل بقى ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. معرفش، حاسس عز يا عمر انه الموضوع بتاع حمزه عبد الكريم ده مش واخد حقه. يعني موضوع ان احنا عندنا لعيب بيلعب في برشلونه واللعيب ده مش بس هو كان رايح على سبيل اعاره ببلاش، والنهارده ناديه اللي هو برشلونه بيطلب تفعيل العقد. حاسس ان الناس بتتعامل مع الموضوع انه قشطه عادي، ايه المشكله يا جماعه؟ اصلا كلمه نادي اللي هو برشلونه دي غريبه. ايوه. مش شايفين حاجه كبيره جدا، احنا بنتكلم على ليفل ما شاء الله ما شاء الله كويس. زمان تاخد بالك اصلا حمزه كان مسافر عامل ازاي؟ اه ودلوقتي بسم الله ما شاء الله في ظرف كام شهر بقى عامل ازاي؟ من الله غير أكبر، من الله غير أكبر. موسم اعداد. من غير موسم اعداد. الله اكبر، ربنا يحميه ويحفظه. يعني الله اكبر، واحنا بنتكلم فعليا ان انا كل طموحي كان خطوه بخطوتها. انا بحلم مع حمزه عبد الكريم خطوه بخطوتها، اللي هو ان برشلونه يعجبه مستوى حمزه عبد الكريم فيدخلوا المعسكر الاعدادي بتاع الموسم الجديد مع الفريق الاول، فياخد الخبطه بتاعه معسكر اعداد برشلونه للموسم الجديد اللي هي بتفرق في العضلات وفي التفكير وفي السرعه وفي الريتم، في سرعه الريتم وفي سرعه التفكير وفي التعليم وفي كل حاجه ليها علاقه بالكوره. يعني زمان قوي يعني بالنسبه لي بقى بالمنظر ده، بما ان في 10 و15 و20 سنه كنت لما كان في بلاي ستيشن كنا بنعمل لعيبه مصريين مثلا في ريال مدريد في برشلونه. أيوة. تعمل لعيب باسمك ونملى الباور بتاعهم تملى للآخر. الباور بتاعه. فاحنا عندنا برشلونه مانشستر سيتي ليفربول، يا نهار ابيض ازاي اصلا؟ طيب امتى؟ بقعد اسرح بخيالي، الخيال قريب يعني، او بقعد اسرح بالذاكره عشان أبقى استخدم التعبير المظبوط. لما حمزه عبد الكريم لعب في كاس العاصمه او في بطوله من البطولات اللي هي مش عارف ايوه كاس العاصمه. كاس العاصمة. كاس عاصمه مصر. وانا اللي شفت بعيني مش حد تاني كميه سف عليه. هو ده اللي بيقولوا كما لو انها اشاعات يعني. ايوه كان في ايه؟ ان برشلونه عايزه، يا كذابين يعني الناس اللي بتقول يا كذابين احنا، يا عالم يا اللي ما بتفهموش حاجه، يا اللي هناك يا بتوع برشلونه. انتوا متخيلين انه الراجل ده النهارده بيتفعل عقده في برشلونه ومن كام شهر، من كام شهر مش كانت الناس بتقول عليه قال لك ده ما ينفعش يلعب حتى كمان في ليفل اقل من كده، ده في كاس العاصمه مش نافع. انت تخيل طبعا. انت عندك تخيل ان انا عشت معاك اللحظه دي. كام لعيب انت ممكن تدمره، كام لعيب انت ممكن تخلص عليه، كام لعيب انت رؤيتك ليه ما يعلم بالله ربنا ومش عارف اي حاجه. يعني احنا فاهمين اكتر من الجماعه دي. بص، هو انا معاك في اللي انت بتقوله ده، وكنا قاعدين في حلقه من حلقات القهوه وقلت لك ساعتها، قلت لك برشلونه لما بصوا على حمزه عبد الكريم ما بصوش عليه في كاس العاصمه، بصوا عليه عندهم في حتتهم في كاس العالم للناشئين، فشافوه في اجواءهم في ملاعبهم في الليفل بتاعهم في هو بيلعب كاس عالم، فلاقوا في حاجه احنا مش عارفين نشوفها. احنا اللي مش عارفين نشوفها، مش هي مش موجوده فيه. هي موجوده بس احنا اللي مش عارفين نشوفها. فهم شافوه. هم شافوه ليه؟ لان هم برشلونه. هم بيعرفوا يدوروا على المواهب وعلى الجواهر وبياخدوها وبيلمعوها وبيكبروها وبيبقوا ميجا ستار مش سوبر ستار. وشافوا فيها كمان المسار بتاع التطوير بتاعه. يعني هو شافوا ان هو شافوه كمان 10 سنين. هو شاف هامش التطور بتاعه. برافو عليك. عشان كده بقول لك هو شاف في حاجات هو شافها. هو شاف الخمسة 6 من 10 اللي احنا شفناهم وافتكرنا ان هم دول اللي عندنا. لا احنا ما شفناش ال6 من 10. الناس هنا كانت بتقول ان هو ما يلعبش في انديه الدوري الممتاز. يعني الناس كانت شايفه كده ان هو حتى الاهلي ما يخرجوش اعاره، لكن هم شافوه في البيئه اللي هم عايزينها بعد ما يتطور يبقى بالظبط. هو هنا احنا شايفينه، مالناش دعوه بعندكم هنا، احنا شفناه هنا. ولما شفناه هنا شفنا ان ال6 من 10 دي هتبقى 9 من 10. فعشان كده قرروا ان هم ياخدوه. دي نقطه مهمه جدا، ان في الاول وفي الاخر الفرق دي لما بتيجي بتدور في المجال اللي هم هياخدوا منه. عشان كده لما بتيجي مثلا تسمع عن اكاديميه جينيراسيون فوت لما بيجوا يطلعوا لفرنسا الفرق دي ما بتاخدوش وهو بيلعب في الاكاديميه. هو بيشوفوه وهو بيحتاج في كاس عالم للشباب وكاس عالم للناشئين وبياخدوه عندهم فترات معايشه. هينفع مش هينفع بيرجع. هي دي الفكره. وده بقى هنا قوس كده على جنب ميزه ان احنا يا جماعه نتاهل لبطولات الكاس العالم للشباب والناشئين عشان لعيبتنا تتشاف في المراحل دي.
كام حمزه عبد الكريم بقى اتظلم عشان جيله ما وصلش؟ عشان الناس بره لما بيجوا يشوفوه بيشوفوه هنا، ما بيشوفوش هنا. هي دي الفكره. صح. هو الراجل طلع اتشاف، هو عنده مقومات، خلاص ال6 من 10 7 من 10 هتوصل 9 من 10. بس هو الفكره بقى كلها الغريب بالنسبه لي اللي هو اللي انت بتقوله، الراجل ده ماضي لبرشلونه. انتوا ساكتين ليه؟ لا بصراحه في هنا بقى نقطه، انا بالنسبه لي دي اهم حاجه عندي دلوقتي. انا تعبت من الخناقات الضيقه بتاعت الاهلي والزمالك، بمنتهى الامانه، بتاعت السوشيال ميديا دي، اللي هو ان حمزه عبد الكريم متشاف فيه ايه. فبالنسبه لناس كتير اي حد بيقول ان حمزه عبد الكريم رايح برشلونه ده بيقول كده علشان خاطر يكبر في لعيب في الاهلي ملوش ثمن مثلا، في الاخر لا فعلا يطلع رايح برشلونه. لا رايح ايه الراجل اهو، الراجل بيلعب لا انا بتكلم على زمان. ايوه وقتها بتكلم على وقتها. دلوقتي حاطين حمزه انه ازاي حسام حسن يضم لعيب بيلعب في برشلونه ما لعبش في الفريق الاول لحد دلوقتي اي حاجه. ومنتخب مصر من امتى حقل التجارب؟ انت شايف صوره دي مش اي فاهم؟ احنا بنتكلم على لعيب بنعده للمستقبل، بنديله خبرات انه يتمرن مع الفريق الاول، بنساعده. احنا مصر، احنا المفروض نساعده عشان ده مستقبلنا. لازم ناخد بالنا ان محمد صلاح خلاص القصه بتاعته الاسطوريه خلصت، وابتدينا نخش على اخر فصولها. انا خايف ما نعيشهاش تاني، فعشان كده لقينا ربنا كرمنا بواحد ممكن يعيشها لنا تاني. وعندنا بريدج في النص عمر مرموش. يعني عندنا من صلاح لحمزه في عمر مرموش في النص. صحيح. بمسيره كبيره. يمكن بس عمر مرموش خدها يعني فولفسبورج على طول سيتي ولعب. صلاح راح وجه. القصه بتاعت عمر برضو مش بعيده عن ان هي تخلص. دي القصه اللي نتمنى ان احنا نساعدها، مش نتخانق معاها. بعدين انا ايه مشكلتي